المفارقة إذا كبار السن يذكرون النقطة الأولى التي فرح بها الناس وفرحنا بها ما هي؟ قالوا سنخلص من صدام وحروب صدام، لا يوجد جيش بعد، نخلص من العسكرية، نخلص من الخاكي. اسألوا الكبار، ليس كذلك الآن كبار السن عندما دخل الأمريكان ألم يقال حتى في الخارج هم السياسيون كانوا يقولون نخلص من الحروب، نخلص من الخاكي، من الزيتوني، بعد لا يوجد خدمة إلزامية وإجازة ومرضية وعدم تعرض وانضباط عسكري. لاحظ كيف انقلبت الموازين، صار الإنسان يتوسل حتى يلتحق بالجيش، يعطي الرشا حتى يعين بالجيش، حتى يلتحق. سبحان الله، قبلنا بدخول الأمريكان حتى نخلص من الجيش من العسكر، جوعونا حتى نلتحق بالجيش. يوجد مفارقة أكثر من هذه؟ فأنت أدخلت الجند هنا فعلى أي شيء يقاتل هناك. فلا تحاولون عبثا، لا تحاولون عبثا، أو لا تحاولوا عبثا، حتى نقول على نحو الإخبار والنصيحة أو على نحو الطلب والأمر، حتى لو كان من الدانية العالي. ماذا نفعل؟